السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونخش على فيديو النهاردة مختلف شوية. بصوا بقى، معايا الزيتون التفاحي القمر ده اللي هنعمله من غير نقع، يا دوب غسلاه بس كده، ولا نفتح ولا نفدغ فيه ولا اي حاجة، هو زي ما هو كده تمام. هنا نعمل المحلول بتاعنا علشان نركنه على جنب يبرد. هنا معايا 8 كوبايات ميه مغليه علشان تبقى معقمه تمام. هنزل هنا ملح الخشن كوبايه كبيره كده، ملح خشن تمام. ومعايا هنا معلقه صغيره ملح ليمون تمام. ومعايا هنا معلقه كبيره من السكر، بس دي عشان صغيره تمام. ومعايا معلقه صغيره من الكركم تمام كده. قلب بقى الكلام ده كله كده مع بعض، ونسيب الميه دي تبرد تماما لحد ما نجهز معانا الزيتون بتاعنا. هنا بقى حطيت كده الزيتون، انا يا دوب غسلته بس كده وقلت اجربه معاكم إيه من غير نقع ولا نفتغه، اللي هو نفتحه ولا الكلام ده خالص تمام. جبت شويه جزر حلوين كده بشرتهم. البصل الجزر قصدي ملهوش مقدار معايا تمام. هنا حطيت بقى حبة البركة والعصفر، وحطيت ملح تمام. وقلب الكلام ده كله كده مع بعضه. زي ما قلت لكم الجزر ملهوش مقدار تمام. هبتدي بقى اقلب الكلام ده كله مع بعضه، وابتدي احطه في البرطمان المتعقم كويس جدا جدا جدا. غسله كويس قوي ومعقماه غلياه ومسحاه ومنضفاه وناشف وزي الفل مفيهوش اي ميه. هنا معايا حوالي 350 جرام من الليمون. الليمون ده كله معصور، وما تعصرهوش في الخلاط، بيتعصر بالعصارة عادي او بايدك في الكوباية زي كده تمام. الكلام ده كله على 2 كيلو من الزيتون تمام. هنا بقى كنت مقطعة الليمون كده، مقطعاه شرايح كده زي ما انتوا شايفين. الليمون ده احنا بناكله برضو بيبقى طعمه حلو جدا. حتى القشر كمان اللي هيفضل من اللي احنا عصرناه ده، بصوا برضو بحطه كده بيتاكل بيبقى زي الفل تمام. بس كده بكمل بيه البرطمان، وحطيت طبعا قرنين فلفل كده، وحطيت الليمون بتاعنا اللي هو اللي انا عصراه، يعني عصرة شوية ليمون حلوين يعني تمام. على كل كيلو بتحطي حوالي 150 جرام كده من الليمون، انا حطيت 350، مش هيأثر معانا في حاجة ولا هيضر معانا في حاجة. هنا بقى كان المحلول بتاعنا خلاص برد. هبتدي بقى ان انا ايه، انزل بالراحة كده على الزيتون بتاعنا. بس هو طبعا لسه ما بردش تماما، بس طبعا زي ما قلت لكم المية لازم تكون مغلية وبردت علشان تكون متعقمة تمام. طبعا الزيتون ده يا جماعة هيقعد معانا يعني حوالي شهر كده، وبعد كده نفتح عليه ان شاء الله بإذن الله تمام. تمام كده بصوا، حط بقى شوية زيت كده على الوش، وجبت ورق لوري. بصوا هنا كنت عندي كده عودين كرفس، يعني مش بعافية شوية كده، حطيتهم على الوش زي ما انتوا شايفين تمام. هو بصراحة الكرفس كان المفروض نحطه في الأول كده مع الجزر والكلام ده كله، بس بصراحة ما كانش يعني ما افتكرت بقى في الآخر كده ان انا ممكن احط عليه عودين كرفس، فحطيتهم في الآخر وما رضيتش اقطع الفيديو. قلت هنحط بقى الورق اللوري كده ده في الآخر خالص زي ما انتوا شايفين. المية دي بقول لكم اللي هو المحلول ده مش هيترمي، انا هعمل بيه الليمون تمام. بس هجيب بقى ورقة بلاستيك، عندك اللي هي كيس السندوتشات دي، بنحطها كده وبنقفلها القفلة التمام تمام. انا هقلبه، هيتقلب كده،
وهسيبه يومين مقلوب كده، وبعد كده ابتدي اعدله تاني وهنفتح عليه بعد شهر. ده بالنسبة للزيتون التفاحي. ان شاء الله هبقى اجيب بقى ايه باقي المخللات، انتوا عارفين الصيف بقى والمخللات والحاجات الحلوة دي. هنا كنت جايبة ليمون مغدر، هو كان مغدر شوية، حطيته في المية اتسلق زي ما انتوا شايفين ولونه اتغير كده. هو بس اللون بس يتغير، احنا مش هنسويه طبعا سوا كامل. وبعد ما يطلع بنفتحه كده، عايزة تفتحيه 4/4، تفتحيه نصين، زي ما تيجي معاكي عادي. انا بفتحه كده وبفتحه كده عادي يعني. تمام. هنا بقى كنت بجهز معايا العصفر وحبة البركة وملح، واقلب الكلام ده كله كده في بعضه، وابتدي ان انا احشي بيه الليمون بتاعنا. تمام. بصوا بقى، نفتح كده ونحط جوه الحشو بتاعنا. عايزه اقول لكم الليمون يا دوب اسبوع بس وافتحوا عليه. بس الزيتون ما بيقعد، الليمون عندي ما بيقعدش اكتر من اسبوع. اسبوع تفتحي وتاكلي منه بيبقى زي الفل. تمام. بس طبعا عايز لو عندكم جلافزات اشتغلوا بيها عادي، عايز تشتغلي بايدك عادي. انا بصراحه الجلافزات عندي بعافيه اليومين دول، مش موجوده كتير يعني. هنا برضو بعد ما خلصت خالص كده، حطيت شوية جزر عليهم من فوق، وحطيت قشر الليمون برضو اللي كان موجود عندي مكان ما كنت بعصر الليمون. انا زي ما قلت لكم الليمون اللي بعصره ده، القشر ده احنا بناكله بيستوي، والله العظيم بيبقى جميل جدا، وانا بفتح عليه ان شاء الله هبقى اوريها لكم. هنا مكان كده الليمون مكان معصور، مكان ما كنت بقطعه يعني نزل ليمون كده، العصارة بتاعت الليمون برضه هحطها مش هتمرر ما تقلقوش. عندي هنا بقى شوية عاوز الله مش تراجيم ليمون برضو حطيتهم. هنا بقى ايه شوية العصفر والحبة البركة اللي فضلوا عندي، حطيت عليهم برضو وادين كده من الكرفس صغيرين، وحطيتهم على الوش. كل ده هينزل اصلا هيخلط كله ببعضه. تمام. بس كده حطيت بقى ورق اللوري زي ما قلت لكم، وزودت شوية من المحلول تاني علشان يكفي معايا الكمية بتاعة الليمون كلها. انا هنا كنت عدلت لكم الزيتون عشان يبقوا الاتنين بس جنب بعض كده، والاتنين هيتقلبوا، هيقعدوا يومين كده وهما مقلوبين، وبعد كده هبتدي ان انا اعدلهم. برضو قفلناه كده، والف هنا ان شاء الله، ولما افتحه باذن الله هوريه لكم.